بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وقت يوصلكم هذا الفيديو. اليوم جينا نديروا وصفة رمضانية 100%. يعني رايحين تعتمدوها بربي ان شاء الله وراح تعجبكم بالبزاف. روحوا للمقادير. درت لهنا كاس ونص نتاع فرينة مع 2 كيسان نتاع حليب دافي. من بعد زدت لهم نصف كاس نتاع زيت وبياض بيضة. زدت لهم ملعقة نتاع خميرة وملعقة نتاع سكر، ملعقة تاع عشاء يعني. نخلطوا المكونات مع بعضها مليح ونخليوها تريح لواحد مدة 10 دقائق هكذاك حتى نكونوا حضرنا الحشو. الحشو سهل وبسيط ويعني ثمثم راح يوجد، هو شبيه للشاورما. وننتقلوا للحشو. هنا جبت كسرونة او طاجين، حطيت فيه الزيت وخليته سخن. من بعد قطعت له نصف صدر دجاج، كنت مقطعته شرائح كما راكم تشوفوا. نخليه يتقلى مليح ومن بعد نرجعوا ليه. هنا بعد ما تقلينا رايحين نزيدوا له لي زيبيس واللي هما فلفل الكحل، كزبر، كركم وزنجبيل وش نسينا، فلفل الاحمر، وكل ملعقه صغيره. وزدت حوالي 2 روز تاع فلفل حار ثاني قطعتهم شرائح كما راكم تشوفوا. زدنا الملح ونخليوهم يتقلاو مليح حتى يذبل لنا هذاك الفلفل. من بعد ما يذبل الفلفل مليح رايحين نزيدو انا كنت لهنا مقطع حبه تاع بصل، كنت مقطعتها شرائح رقيق كيما راكم تشوفوا. نحطوها من فوق هكذا ونغطيوها حتى تذبل. من بعد رايحين نخلطوها مع الدجاج. من بعد رايحين نزيدو لها ملعقه نتاع هريسه بالطريقه هذه ونصف ملعقه نتاع لاموطارد، ونخلطوهم مليح ونخليهم يتشرملوا شوي ونطفيو عليهم. نرجعوا للعجينه نتاعنا. بعد ما خمرت لنا رايحين نزيدوا لها الملح ونزيدوا لها ملعقه نتاع سينوج. ومن بعد رايحين نلموها بالفرينه اللي نتحصلوا على العجينه طريه، يعني مش يابسه ومش جاريه هكذا كيما تاع البيتزا. خليوها تخمر. من بعد ما تزيدنا في الفوليوم هكذا رايحين نهبطوا لها الخميره ونبداو نشكلوا فيها. نقسموا العجينه تاعنا ونبداو نحلو. درت لهنا قرصه كبيره دوك تشوفوا هكذا، ونبداو نقطعوا الجراره مثلثات. انا اعتمدت اني ندير مثلثات صغار لاني نحوس عليهم ميني كرواسون دوك تشوفوا معايا. من بعد ما نقطعوها كامل رايحين نجيبوا فرماج ونديروا قطع صغار هكذا ونبداو نروليو في الكرواسون نتاعنا كامل بنفس الطريقه هكذا. في نفس الوقت هذا اللي كنت نخدم فيه، كنت سبقوني درت قرصه صغيره حللتها وحطيتها في البلاطو كقاعده للحشو اللي رايحين نديروه في الوسط. هاي شوفوا، ونحطوا هذوك لي ميني كرواسون ولكن نخليو بيناتهم لي سباس باش كي تخمر تلقى البلاصه وتجي خفيفه، ما تجيش معجنه ومحشوره في بعضها. ندهنوها بصفار البيض ونلوحوها في الفرن حتى طيب لنا من الاسفل. نخرجوها من الفرن تكون ماشي محمره مليح من فوق، ونحطوا هذاك الحشو اللي سبق وطيبناه نحطوه في الوسط بالطريقه هذه باش نقول لكم الحشو يجي بنين 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 شاورما ولا اروع. من بعد رايحين نزيدوا لهنا الكومونبير، نقطعوه هكذا مثلثات ونحطوه في الوسط. لمحبين الكومونبير طبعا، اللي ما تحبش الكومونبير تقدر دير فرماج روج، دير اي فرماج متوفر عندك، المهم يكون نوعيه مليحه باش كيزيد لكم في البنه. حطوه يتحمر مليح بالطريقه هذه ونخرجوه من الفرن، وهذا هو شكله النهائي. يجي روعه 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 يعني صراحه. والمملحه هذه من اروع المملحات اللي درتهم، بنه وخفه وما كنتش رايحين تستغنوا عليها باذن الله. اذا انا هنا خلاص الفيديو تاعي، وسامحوني على صوتي لانني شوي مريضه على هذا صوتي وشويه رايح فيها يعني. المهم نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء وصحه فطوركم.